السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف. النهارده ان شاء الله هقدم معاكم وصفه صحيه ولذيذه جدا من 3 مكونات بس، مش هتاخد معاكي وقت خالص في المطبخ، وكمان هتعمليها للفطار او ممكن تاخديها كسناك ما بين الوجبات او تدوها للولاد وهم رايحين المدرسه، هتعجبهم جدا. سعراتها بسيطه واقولها لكم واحنا شغالين، لان انا عملت كميه كبيره جدا وقسمتها لقطع زي ما احنا شايفين كده، وكمان ما ضفتش فيها اي نوع من انواع الدهون ولا سمنة ولا زيت ولا زبدة، وكمان مفيش سكر ولا عسل ولا دبس تمر. ورغم ذلك هي التحلية بتاعتها لذيذة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. هتعتمدوا الوصفة دي دايما وانا عارفة انها هتعجبكم. يلا مع بعض على الطريقة والمكونات، بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا بقناتي عشان يوصلكم كل اشعاراتي الجديدة. معايا 4 قطع من التفاح، هقطعهم كده بعد ما اغسلهم لقطع صغيرة، وانزل برشة من القرفة لان دايما التفاح بيليق معاه القرفة جدا. ممكن على فكرة لو الخلاط بتاعك مش هيستحمل ابشار التفاح، لكن لو الخلاط شديد قطعي التفاح بالشكل ده، حطيه عادي في الخلاط مش هيحصل حاجة. هضيف ايه بقى مع التفاح كده؟ فاضل انا قلت لكم الوصفة من 3 مكونات، فاضل مكونين مع التفاح. الوصفة دي رهيبة، يعني عايز اقول لكم هتعملوها كل يوم، وكمان مناسبة للسكريين لان ما تستخدمتش فيها ولا دقيق ولا شوفان. معايا بقى 3 بيضات، وضفت على البيض فانيليا. هنزل بالبيض على التفاح بالشكل ده، وهروح اضربه على طول في الخلاط. طبعا ممكن تقسموا المقدار على 2 لو عايزة تقللي، يعني لو مش عايزة الفطيرة تبقى كبيرة قوي كده ممكن تقسمي المكونات على 2، بس انصحكم ان انتوا تعملوها كلها برضو لانها تعجبكم ان شاء الله. وبعدين هتحتفظوا بيها في التلاجة وتاخدوا منها بالطلب. هفضي بقى الخليط بتاع التفاح والبيض. اللي مش بيحب يضيف بيض او عنده حساسية من البيض يقدر يستبدله ببذور الكتان. دلوقتي انا هستخدم دقيق الشعير في الوصفة. انا الوصفة دي عاملاها تقريبا من اسبوعين يعني كنت ناسية انزلها لكم. هاخد من دقيق الشعير 2 كوباية. لو مش متوفر دقيق الشعير ممكن تجيبي شعير سليم من العطار، وانا عامله دقيق الشعير قبل كده على القناه. هضيف بقى 2 معلقة صغيرين من البيكنج باودر وهقلب. مش هستخدم زي ما قلت لكم اي دهون هنا، ولا زيت ولا سمنه ولا زبده، عشان كده هي سعراتها بسيطه جدا. يعني بعد ما هنسويها هنقطعها القطع، يعني هتبقى عددها كبير القطع لان الفطيره ما شاء الله كبيره، فسعرات القطعه الواحده هيبقى 30 سعر. هجيب بقى ورق الزبدة وادهنه دهنة بسيطة خالص من الزيت او السمنة، هسويها في الفرن فدهنة بسيطة جدا، وانزل. شايفين القوام بتاع الخليط؟ هو ده القوام المظبوط. ما شاء الله، يعني الصينية دي مقاسها 20 في 30، ف يعني هتديكي عدد قطع كبيرة جدا. ممكن على فكرة تفطروا بيها الصبح، ممكن سناك ما بين الوجبات. لو بتروحي الشغل ممكن تاخدي معاكي في العلبة وانت رايحة الشغل، يعني مغذية ولذيذة ومشبعة. دلوقتي هرش رشة من البيكان، ده اختياري، ورشة من الزبيب الاسود برضو اختياري. اللي مش عايز يرش رشة من الزبيب ما يضيفش. يعني كل الحاجات اللي فوق دي اختياري، بس بتدي طعم حلو جدا. هدخلها بقى الفرن على حرارة 180، هتاخد تقريبا نص ساعة، وبعدين هفتح عليها الشواية وهنختبرها طبعا بالخليط السنين. ده شكلها بعد ما طلعت. تقطعوها بقى ما شاء الله، يعني ادتني قطع كثيرة جدا هتشوفوا دلوقتي. بعد ما اتقطعت حجمها كبير، تكفي عدد ما شاء الله، بتكفي كذا يوم. كنت بفطر منها كل يوم مع القهوة، رائعة.
كمان طرية وهشة وريحتها جميلة جدا. تعالوا بقى نقسمها. انا عندي مقطع كده بقسم بيه، او ممكن تقسموها بسكينة عادي جدا. بصوا بقى هتعملي كام قطعة، عدوا بقى معايا. فلما تيجوا تقسموا عشان القطعة تيجي قد بعضها، علموا كده بايديكم قد 3 صوابع مثلا، تعلموا وتقطعوا بايديكم. شايفين بقى ما شاء الله عددها كبير جدا، 24 قطعة. متخيلين حجمها ولونها رائعة، تحفة تحفة، وريحتها جميلة. دايما لما تضيفوا البيض في الوصفة ما تكتفوش بالقرفة بس، لازم تضيفوا كمان معاهم فانيليا، لان القرفة لوحدها مش بتضيع ريحة البيض. مستوية اهي من جوه، شايفين شكلها. دي مش اول وصفة اعملها بالتفاح، عملت وصفات كتير جدا بالتفاح قبل كده، كلها ما شاء الله كل اللي بيجربها بيشكر فيها. وبيبعتولي تطبيقاتهم على صفحتي على الفيسبوك، والصور بتاعتها بتعجبني جدا. يعني بحاول انزلها من وقت للتاني على المنتدى. ادخلوا شوفوا الوصفات اللي المتابعين بيطبقوها، جميلة جدا بصراحة. بتتقدم بالشكل ده، شايفين؟ تخيلوا ان ده اكل صحي ويناسب دايت السكريين ما شاء الله. اتمنى الفيديو يعجبكم. وبستنى التطبيقات والتعليقات الحلوة. هحط لكم في صندوق الوصف كل انواع الكيك الصحي اللي عملتها معاكم قبل كده، ما شاء الله وصفات كتير جدا للكيك الصحي. والكيك اللي بالتفاح كلها جميلة جدا، والبسكوتات كمان اللي بالتفاح. وصفات التفاح عامة رائعة. وفي وصفات كتيرة جدا تانية بالتفاح انا عاملاها من قبل كده وعندي على الجاليري، ان شاء الله انزلها لكم قريب. و ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشير، واشوفكم على خير، ومع السلامة.